ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. دي سيدنا لوط، إيه المصيبة الكبيرة في قومه اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته علشانها؟ اللواط والعياذ بالله. عشان كده يقول لهم إيه؟ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة والعياذ بالله ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إيه هي؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. سورة الأعراف. يعني هل سيدنا لوط مش كان عنده مثلا تطفيف الميزان؟ ممكن كان عنده حاجات. ايه المصيبة الكبيرة؟ عشان كده بنقول ان الداعي الى الله لازم يشوف المصيبة الكبيرة اللي بيتكلم صلى الله عليه وسلم لما ارسله الله عليه الصلاة والسلام. مش كان في ربا موجود؟ وكان العباس، حتى ربا العباس. مش كان في زنا؟ الإماء كانوا عاملين الخيام وحاطين عليها اعلام حمراء كده. الكلام ده كان اول ما بيتطور في جامع البيان وفي تفسير المنار لمحمد رشيد رضا. طيب النبي عليه السلام جاي ايه بقى؟ ايه المصيبة الكبيرة؟ الزنا دي. لايكي